السلام عليكم الاخوات، مزيان بخير. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحيحه جيده ان شاء الله يا ربي. الاخوات كيف ما العاده فيديو جديد، نهار جديد. الفيديو نتاع اليوم الاخوات راه حنا مازالين ماشيين في السلسله نتاع تحضير الحلويات سيدنا، كنت نقول لكم سيدنا رمضان الاخوات نتاع العيد. وكنقول لكم عواشركم مبروكه، دخل عليكم بالصحه والهنا وجميع التمنيات يا رب يا رب. غادي نشارك معكم الاخوات البهله بحب رشاد والقرقاع بلا زيت. واحد البهله الاخوات، شوفوا ليا كي جات، راها جات غزاله، جات مفقعه تبارك الله. جات المهم ما نقول لكمش المذاقات والريحه اللي كتكون ملي كتكون هاد الحلوه هادي كطيب اولا هاد البهله هادي كطيب. راه واحد الريحه ما نقول لكمش غزاله كتكون كاينه في الدار. شوفوا الاخوات راها طيبه حتى من الداخل، واحد البهله اللي غزاله كما قلت لكم مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه كتذوب. المهم كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب نتاعكم ونكون خفيفه على قلبكم، ونبداو في المقادير نتاعنا الاخوات. هنا الاخوات انا عندي 500 غرام نتاع الدقيق، عندي معلقه نتاع الملحه. دائما كنقول لكم عندي الملحه ما كتملحش مزيان، نتوما ديروا غير واحد نصف ملعقه اولا ربع. عندي واحد المقدار معلقه صغيره هكذا معمره د الفاني، ديروا نتوما ساشي د الفاني. غادي ندير 2 معالق نتاع حب رشاد الاخوات، راني وريتكم حب رشاد هو اللي كيكون حمر بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش. عندي نصف كاس نتاع الدقيق محمر، كنت خليته منسلو سمحوا لي. عندي نصف كاس زنجلان محمر. عندي 2 لي ساشي د الخماره د الحلويات. عندي الراس د المعلقه نتاع الخميره د الخبز او خميره حبيبات. عندي كاس كبير، هنا مقدار كاس ونصف نتاع سكر كلاصي الاخوات. عندي 300 غرام نتاع الزبده الاخوات، ذوبتها حتى ولات نوازيط وخليتها هكذا تا بردات. سمحوا لي الاخوات، كنضيف الزبده على هاد الدقيق هذا اولا على هاد الخليط اللي درنا. شوفوا الاخوات راني خليت الزبده حتى ولات نوازيط، شوفوا يعني اللون تاعها راه ذهبي، ومن التحت داك الحليب نتاعها اللي تحمر راه حتى هو. غادي نكرطو وغادي نديرو في الغريبه، راه كيعطيها واحد المذاق واحد اللذه ما نقولكمش. الاخوات هذه بهله جات غزاله غزاله، ماكله ودواء. الاخوات حب رشاد راه معروف الفوائد نتاعو، هكذا ندخلوا هاد المسائل هكذا في بعض المره في الحلويات نتاعنا وفي الاكل نتاعنا. المهم الاخوات هنا نقول لكم بانني راني ما حذفت لكم حتى شي حاجه باش تشوفوا النتيجه نتاع الخدمه نتاع غريبه البهله قدام عينيكم الاخوات. كنبقى كنرمل داك الزبده مع الدقيق، غير عطيوها الخاطر الاخوات، لان في الاول شي شويش ما كتبغيش تدخل داك الزبده. كنبقى كنخدمها بيدي حتى كتطلق. كما قلت لكم غير عطيوها الخاطر. هانتوما الاخوات تشوفوا النتيجه كيفاش غادي تولي نتاع الدقيق نتاعنا. هنا راه بدا كيتلبس شي شويش داك الزبده بالدقيق. كنبقى كنخدمها هكذا بالكف نتاعي الاخوات. انا بغيت ندير الزنجلان هو وحب رشاد ونخدمهم بحال هكذا باش كيطلقوا داك المذاق نتاعهم كتر وكتر في البهله. كنبقى كنخدم في الدقيقه الاخوات كيف ما كتشوفوا. ما بغيتش الاخوات نحذف لكم هذا المقطع نهائيا باش تشوفوا النتيجه من الاول حتى للتالي. يعني راه البهله يمكننا نخدموها بلا زيت، ماشي ضروري اننا نديرو فيها الزيت، راه غير بالزبده وكتجي غزاله. بالنسبه للاخوات نقول لكم واحد النقطه، انا بالنسبه للفران عندي فران عادي، يعني الا كان الفران اللي هو نتاع الضوب المروحه وشي حاجه اللي مزيونه، راه هاد البهله هادي غتطلع مفقعه تبارك الله كتر وكتر وتجي غزاله يعني كتر من اللي جاتني انا. يعني انا عندي الفران عادي د الغاز عادي. وبالرغم من ذلك الاخوات انني راني فاش حطيت المقادير قبل ما غادي نبدا ندير في القصعه نتاعي المقادير كامله، درت الفران تاعي سخن
على عافيه مجهده. شعلته من الفوق ومن التحت، حيت واخا عادي راه كيكون فيه واحد التيب من الفوق كتشعلو باش كيزيد يسخن لك الفران نتاعك باش تصدق لك الحلوه نتاعك مزيونه. هنا الاخوات كيف ما كتشوفوا الحلوه نتاعي بحال اللي راه بدات شي شويش، اولا الخليط نتاعي بحال اللي بدا كيتكون العجين. يعني يعطيوها غير الكانه والخاطر، راه في البلاصه الصراحه ما كتعطلش. ميم با واحد الساعه د المكانه كتكوني موجده. هاد القياس هذا اللي وريتكم مقدار 500 غرام دقيقه الاخوات و 300 غرام زبده، راه عطاتني 45 حبه. تبارك الله فيها الخير والبركه، يعني راه كتحط. شوفوا الاخوات راني كندلكها مزيان. عاد راني كليت الطبله مع الفران كيف ما قلت لكم، وكنبقى ندلك في البهله نتاعي بيديا بزوج كيف ما كتشوفوا. هنا الاخوات بالنسبه لان اللي بغى يزيد يدلكها اكثر من هكذا من بعد ما غادي نوريكم انا، غادي تزيدوا تضيفوا لها 50 غرام نتاع الدقيق حتى ل 100 غرام. ولكن غادي نقول لكم غير تبعوا غير الطريقه، خليوها غير كيف ما هي غتجي كان احسن. كما كتشوفوا الاخوات البهله نتاعي هي ولات عجين من بعد ما كانت غير دقيق. هنا الاخوات كما قلت لكم في امكانكم انكم تزيدوا تخدموها مقدار هكذا واحد 10 دقائق اولا حتى ل 8 دقائق، ولكن تزيدوا لها واحد 50 غرام نتاع الدقيق اولا حتى 100 غرام. غير غتبقاو تزيدوها بالتدريج، كمثال 2 معالق معلقه ودلكي، 2 معالق معلقه ودلكي، باش تزيد تعطيك كميه اكثر. هنا عندي الاخوات الكركاع وعندي اللوز. الكركاع غير مصهداها الاخوات مقدار كاس ونص د العنبه، هرمشتو في الهاشوار اولا في المونينيكس، وكاس نتاع اللوز الاخوات حتى هو هرمشتو في المونينيكس. وغادي ندخل هاد الزبده سمحوا لي هاد الكركاع واللوز في العجينه نتاع البهله. انا الاخوات نسمتها بالفاني، بالنسبه للي بغى ينسمها بالمسكه حره اولا بالقرفه اولا بالقرنفل اولا حتى بالكوزه الاخوات يمكن لكم. مي انا بغيتها هكذا بالفاني وحب رشاد والكركاع، راه جات غزاله الصراحه مع الزنجلان واللوز. المهم الصراحه جات مقومه غزاله جات. هنا الاخوات درت انا هاد الحبه للتيست، راني جربتها ودرتها في الفران، صلع النبيت فقعات جات غزاله. المهم الاخوات غادي نبدا معكم. انا غادي ندير في كل حبه 29 غرام. تقدروا ديروا عينكم ميزانكم الاخوات. 29 غرام الصراحه كتجي هي هذيك، كتجي ما صغيره بزاف ما كبيره، كتجي الحبه مقاده. الميزان الاخوات ملي كتمشي له الحجره كيحمقني، ودغيا دغيا الحجره نتاعو كتمشي. كنبقى كنعبر الاخوات، والاغلبيه راه كتشدي العبار في يديك من بعد، ولكن اللي عندها الميزان من الاحسن تكمل العبار من الاول حتى التالي. حيت داك التفاوت نتاع غرام 2 غرام شي شويش كتجيب الحلوه مختلفه. شوفوا الاخوات راه في البلاصه كتشكل، يعني غير تبقاو هكذا تديوها وتجيبوها بين يديكم وتكوروا وتضغطوا عليها واحد شويش وتحطيها في الصينيه. تضغطي عليها من بعد ما تحطيها في الصينيه راه في البلاصه كتوجد اولا في البلاصه كتكور معاك، حيت العجينه طالقه راسها ماشي قاصحه ولا اللي تعذبكم، مدلوكه مزيان.
غادي نكملها الاخوات انا بنفس الطريقه حتى غادي نعمر الصينيه نتاعي كامله ونولي معاكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا غنكمل غير هاد الحبه. هنا الاخوات كملتهم كما قلت لكم، راه عطاني 45 حبه، هنا 4 د الحبات تما 40 في الصينيه. والحبه اللي درت بها التيست هذه هي الاخوات من بعد ما طابت. الاخوات كما قلت لكم الفران شعلته هو الاول كان مازال سخون، يعني كندخل اللاطه نتاعي الفران من التحت تكون البهله لتحت والعافيه عليها من الفوق. كنطفي الجهه الفوقانيه الاخوات وكنخلي غير الوجه نتاع العافيه غير على الوجه نتاع البهله. كنقص لها العافيه متوسط ماشي قليله كاع الاخوات، متوسط حتى كتفك عليا، وكنطلعها للفوق عاد كنقص لها شي شويش اقل من متوسط وكنخليها حتى كتحمر حتى من التحت. وهذه هي النتيجه الاخوات، هذه هي البهله نتاعنا، راه جات غزاله مقومه لذيذه ما نقولكمش. المهم الاخوات كنتمنى تنال الاعجاب نتاعكم. وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم مع السلامه. ما تنسوناش من اللايكات، من التعاليق نتاعكم، من البارطاج. كنقول لكم مع السلامه الى الفيديو المجي ان شاء الله، الى اللقاء.